يا مساء الفل. وصفتنا النهارده لعشاق النسكافيه، اللي بيحب النسكافيه واللي ما بيحبش هيعجبه قوي قوي الوصفه دي. زي ما احنا شايفين النهارده هنعمل كده كيكه بثلاث طبقات سهله جدا، مش مكلفه التكلفه اللي احنا هنشتريها من بره. جربوها واعتمدوها رمضان. سهله جدا وسريعه، ما بتاخدش منك وقت كتير، وحاجه كده وهميه. تعالوا سموا بسم الله وصلي على رسولنا الكريم ونبدا. معايا كده مبدئيا 2 بيضه، معايا كمان معلقه صغيره من الفانيليا. هضرب الكلام ده كله في الخلاط. نص كوبايه من السكر. آه، اضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين معايا كده، زي ما يعجبك. حطينا هنا نص كوبايه سكر، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الحليب، لبن الحليب. تمام، وهضرب كله زي ما انتم شايفين كده. هجيب بوله وافضي فيها الخليط السائل بتاعي، وهبتدي انزل عليهم معايا نص كوبايه من الدقيق، معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى، معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. تمام كده. هقلبهم تقليبه عادي خالص، وبكده وصفه الكيكه بتاعتنا خلصت. بصوا بقى السهوله. طيب انا هنا عملت نص كوبايه دقيق، تقدري تضاعفي الكميه وتخليها كوبايه مع برضو الاتنين بيضه، بس زودي في الحليب. تمام كده. جبت القالب بتاعي او الصينيه اللي انا هشتغل فيها ايا كانت، وبطنتها معلقه كده دهنه من السمنه ورشه دقيق زي ما انتم شايفين، ونزلت كده بالخليط بتاع الكيك بتاعي خبطتين بس كده على الرخام عشان اطلع الهواء الفراغات اللي فيها. هدخلها الفرن على درجة حرارة 190، هتقعد معايا مش اكتر من 10 دقايق. تمام كده. طيب تعالوا كده نجيب نشوف هنشربها بايه او هنسقيها بايه. جبت كده نص كوباية مية سخنة، معلقتين سكر، باكت كده النسكافيه من اللي هو البلاك. هقلب كله كده لغاية ما يدوب معايا النسكافيه، وهبتدي كده اشرب بيها بقى الكيكة بتاعتي بما ان هي كيكة نسكافيه. تقدري طبعا تشربيها كمان بنص كوبايه حليب زي ما هيعجبك، بس بما انها كيكه نسكافيه فاحنا شربناها بالنسكافيه. تمام. متاسفه جدا لو صوتي متغير، بس فلاني اخده دور برد حلو. هنا بقى هاجي كده انضف بس القالب بتاعي، وتعالوا نعمل الطبقه التانية. معايا نص كوبايه من السكر، سكر حبيبات عادي خالص. معايا معلقتين هرميتين، هرميه مليانه كده من الدقيق. معلقتين ونص من النشا، نشا الذرة عادي خالص بتاعنا. هقلب كله مع بعضه، وهبتدي انزل بنص لتر من الحليب. الكلام ده كله يا جماعة على البارد. هقلب كل المكونات بتاعتي على البارد الاول لغاية ما كله يتجانس كده معايا، وبعدين هبتدي ارفعهم على النار لغاية ما يغلوا. تغلي كده معايا، وزي ما انتم شايفين كده ايه تتقل معايا. تمام. بصوا القوام كريمي جدا ازاي، هو ده القوام المطلوب. وهي سخنة كده الكريمة بتاعتي هنزل بيها على طبقة الكيكة بتاعتي. تمام كده، على قد ما هتاخد معايا. هنا بقى انت هتستخدمي اي صينية عندك، اي قالب مستطيل مدور مربع زي ما يعجبك، على حسب الشكل اللي انت حباه. تمام كده. انا بديها خبطتين عشان تتساوى بس. جبت كده 2 باكت من البسكوت. كان عندي هنا، انا لقيت طبعا ان المناسب ليها بسكوت بالكاكاو. ممكن قوي يكون بسكوت فانيليا برضو عادي خالص. عفوا. وهبتدي كده ايه ارصه. الكريم بتاعي لسه سخن ما بردش ولا حاجه. تمام. وهنزل بالبسكوت عليه كده زي ما انتم شايفين. تقدري تستخدمي بسكوت زي ما انا عندي هنا مستطيل، ممكن مدور، ممكن مربع، اي شكل بسكوت عندك المهم يكون ساده. تعالوا نعمل اخر طبقه. معايا هنا كوبايه من الميه، باكو من الكريم كراميل، وهقلب كله زي ما انتم شايفين برضو على البارد. تمام. هرفعهم على النار يا دوبك بس تغلي الخليط ده، بس يا دوبك يغلي معايا كده. و قبل سوري اسفه. هضيف عليهم كمان باكو من النسكافيه. تمام. زي ما احنا شايفين كده الوصفه كلها نسكافيه في نسكافيه. خلاص. هنا بقى كانت الكريم بتاعي برد تماما. هبتدي انزل بالكراميل وهو سخن. هنزل ازاي يا جماعه؟ بصوا زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه على البسكوته ذات نفسها، على البسكوته ذات نفسها، لان ما تنسيش ان هنا الكريم كان برد والكراميل بتاعي سخن، فعشان ما يأثرش معايا على طبقة الكريم فبنزل على البسكوتة ذات نفسها. هنا مطلوب مني ان انا اغطي البسكوت كله بطبقة الكريم اللي معايا زي ما انتم شايفين. دي هنا لقيتها طلعت لي كده عين كده اهوت في البيت في الصينية كده. فكنت ايه
يعني بفرقعها وكده يعني يعني زي ما انتم شايفين كده عادي، يعني ساعات بيطلع لنا عيون في اي حاجه. طيب هنا سبتها كده لما بردت نص ساعه، وبعدين بدات ادخلها التلاجة. حسبيها في التلاجة بقى لغايه ما تتماسك ساعتين 3، مش هتاخد اكتر من كده يعني، لغايه ما تتماسك او لغايه ما تحبي بقى ان انت تاكلي منها يعني. تعالوا كده نطلع قطعه، بصوا بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. لو لسه مكمله معايا الفيديو لغايه هنا حطي لايك للفيديو من فضلك لو عجبك. ما تنسوناش من كومنت حلو زيكم. بجد كل كلمة بتسيبوها لي ربنا يجازيكم خير عليها، بتفرحني وبتساعدني وبتشجعني كتير ان انا فعلا ان انا اقدر اكمل يعني. انتوا عارفين ان احنا يومنا كلنا بيبقى مضغوط كلنا كستات بيوت، ولكن الواحد بيحاول ان هو يقاوم انه يقدم كل حاجة جديدة وسهلة في الايام الصعبة اللي احنا فيها. نظرا للظروف الصعبة اللي احنا فيها، اعملي كيكة النسكافيه دي هتظبط معاكي جدا، يعني هتخلي جو كده منتعش. بصوا زي ما انتم شايفين هشة جدا جميلة، جربوها بألف هنا وشفا، وما تنسونيش من دعوة حلوة زيكم.